السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا طيبين وبخير. عندنا النهاردة سر خطير جدا، وهو سر مفتاح الحياة. تعال أقولك عليه، اللي لو مسكته هتتفك كل الكروبات، هيتفتح لك كل الأبواب المقفولة. المفتاح ده مش عند الناس ولا في شغلك ولا في علاقاتك ولا في فلوسك. المفتاح ده موجود عند ربك سبحانه وتعالى وبس. هو عبارة عن 4 حاجات بسيطة جدا، وهي الرضا والتسليم والذكر والدعاء. ايوه، ال4 دول هما اللي هيفتحوا لك كل باب مقفول. بس قبل ما نقول هنعمل ايه، تعالى كالعادة نسأل نفسنا كام سؤال. يا ترى احنا فعلا سلمنا امرنا لله سبحانه وتعالى، ولا لسه ماسكين في الدنيا وكأنها هي اللي هتعيشنا؟ طب يا ترى احنا بنرضى، ولا دايما بنبص للي مش في ايدينا وفي ايد غيرنا؟ هو احنا بنذكر ربنا، ولا مشغولين بالدنيا اكتر من اللي خلقها؟ طب يا ترى احنا بندعي، ولا بقينا فاكرين الدعاء مش هيغير حاجة؟ بص يا جماعة، اول مفتاح قلنا هنمسكه هو مفتاح الرضا. الرضا ده ان قلبك يبقى مطمن عند كل حاجة بتحصل لك، حتى لو انت مش فاهم، حتى لو مش عارف هو وراها ايه، اكيد وراها خير ان شاء الله. الرضا مش معناه انك تبطل تحلم او تسعى، لا والله، الرضا معناه انك تبقى راضي وانت ماشي حتى لو الطريق فيه تعب. النبي حبيبك قال: ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. يعني لما ترضى ربنا هيغنيك. مش شرط يغنيك بفلوس، ممكن يغنيك براحة بال، بسكينة، برضا داخلي يخليك تحس دايما ان انت ملك الدنيا. بعد كده يا جماعة، او تاني مفتاح هو التسليم. التسليم ده معناه ان انت تقول: يا رب انا مش فاهم بس واثق فيك، انا مش شايف حاجة بس عارف انك شايف ليك طريق كل الخير. سيدنا ابراهيم اهله رموه في النار، نار حقيقية، بس هو كان مسلم امره لله. قال: حسبي الله ونعم الوكيل. النتيجة كانت ايه؟ كانت ان ربنا سبحانه وتعالى قال للنار: كوني بردا وسلاما. عارف يعني ايه ربنا يأمر النار انها تبرد؟ يبقى مفيش مستحيل لو سلمت الامر لله. بعد كده مفتاح الذكر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كل اللي قلبه قلقان، كل اللي عنده هم، كل اللي مش مرتاح يجرب يذكر ربنا، بس يذكره بصدق. شوف قلبك هيحصل له ايه. الذكر يا جماعة مش تسبيح ولسان بيقول كلام وخلاص. الذكر لما بتبقى قلبك حاضر، لما تقول يا رب وانت حاسس ان انت فعلا محتاج له بجد، لما تقول يا حي يا قيوم وانت غرقان وبتطلب النجاة. الذكر ده بيغير القدر يا جماعة، بيبدل كل الأحوال. الذكر بيطمن الأهل مهما كانت الدنيا مقلوبة حواليك. رابع مفتاح الدعاء، بس مش أي دعاء، دعاء بإلحاح، بدموع، بيقين. اليقين إن ربنا سميع ومجيب، مش هيضيع لك دعوة أبدا حتى لو تأخرت الاستجابة. سيدنا يونس دعا ربنا وهو في بطن الحوت وقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الدعوة دي ربنا قال عنها ايه؟ فاستجبنا له. يعني كل اللي زيه بس في صدق وفي ندم وفي دعاء ربنا هينجيه. مفتاح الحياة مش في حد ولا في حاجة ولا حتى في نفسك. مفتاح الحياة في القرب من ربك سبحانه وتعالى. لما تبقى دايما شايفه، حاسس بيه، متسند عليه، وقتها تعيش الحياة حتى لو الدنيا كلها ألم، لأنك ببساطة معاك المفتاح. ربنا يا جماعة بيحب يسمع ويشوفك بتجري عليه. كل ما تتعلق بيه هتلاقي الدنيا ماشية حتى لو مش فاهم ازاي. ربنا كريم قوي وعارف اللي في قلبك وعارف امتى هيديك، بس هو مستنيك تمسك بالمفتاح. فاكر الحديث اللي بيقول: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة؟ يعني لو عشت معاه وقت الراحة هتلاقيه معاك أول ما الشدة تجيلك، هيفتح لك وهيعينك وهيطمنك. خليني أقول لك جملة حلوة قوي: لو حياتك واقفة جرب تفتحها بالمفتاح ده، مفتاح الرضا والتسليم والذكر والدعاء، وشوف ربنا هيعمل معاك ايه. وفي آخر كلامنا: يا رب ارضى عنا، يا رب، يا رب ارضى عنا وراضينا. يا رب سلم قلوبنا لأمرك، قربنا منك يا رب وعلقنا بيك. يا رب افتح لنا كل الأبواب المغلقة، افتح لنا يا رب أبواب رحمتك ورضاك. افتح لقلوبنا حبك يا رب، ورينا عجائب قدرتك ولطفك بينا. يا رب اجعلنا من اللي معاهم المفتاح، اللي بيعيشوا بقربك وبيموتوا على طاعتك. يا رب ارزقنا الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قول وفعل وعمل. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. صلوا على من امرت بالصلاه عليه. وما تنساش في اخر الفيديو لو استفدت بحاجه دوس لايك واشتراك ليعم الخير وزياده الاجر. السلام عليكم.